الدمى من اكتر الحاجات المرعبة اللي بتتسكن بالجن، فلو لقيتها قدامك ببلاش وبالاخص في الشارع اوعى ابدا تمد ايدك وتاخدها، لانها ممكن تسبب لك المعاناة زي اللي حصل في القصة دي. ازيكم يا ابطال؟ صاحب القصه بيحكي وبيقول: انا كنت ابن اهلي الوحيد لحد ما بقى عمري 12 سنه، ولكن بعد العمر ده والدتي اكتشفت انها حامل في بنت، وبعد ما جت اختي سميناها رحمه وكنا بنحبها جدا. وبعد فتره لما بقى عمر اختي 4 سنين وهي ماشيه مع امي بالليل في الشارع لقت عروسه مرميه في الارض. العروسه دي كان شكلها بشع جدا وكانت متوسخه ومفيش في راسها اي شعر. الطبيعي ان بنت عندها 4 سنين لما تشوف الشكل ده تخاف، ولكن اللي حصل ان اختي مسكت العروسه من على الارض وحضنتها. فامي وقتها استغربت من منظر العروسه ومسكتها ورمتها، ولكن في الوقت ده اختي الصغيره فضلت تبكي بشكل هستيري وكانت مصره انها تاخد العروسه معاها على البيت. فامي لما لقيتها كده راحت وجابتها لها وقالت لها لما نروح البيت هغسلها واديها لك، ويا ريتها ما عملت كده. بعد ما روحوا على البيت امي فعلا خدت العروسه على الحمام وبدات تغسلها وتنظفها، ووقتها رحمه اختي كانت واقفه لها بشكل غريب، بالرغم من انها عندها لعب كتير عرايس ودباديب الا انها مستنيه العروسه دي بفارغ الصبر. وبالفعل امي نظفتها ونشرتها. وقتها اختي كانت متضايقه جدا لانها كانت عايزاها، فامي قالت لها اصبري بس لما تنشف وهجيبها واديها لك. ودخلت اختي علشان تنام، وخرجت هي توضب شويه حاجات في البيت، يعني تغسل هدوم تغسل مواعين وكده. وبعد ما خلصت وقبل ما تخش تنام كالعاده دخلت تبص عليا انا واختي وتشوفنا متغطيين ولا لا، فبصت عليا وقتها ولقيتني تمام، وراحت تبص بعديها على رحمه. اتصدمت، لقت رحمه رايحه في النوم ولكن في حضنها العروسه. فامي استغربت جدا ومسكتها، والاغرب من كده كمان ان العروسه كانت ناشفه ومفيش فيها ولا نقطه ميه. امي ما فهمتش اللي حصل ده حصل ازاي، ولكن اللي اقدر اقوله لك ان كل السيناريوهات جت في دماغها الا سيناريو واحد، ان العروسه دي مثلا تكون ملبوسه من الجن. يعني قالت لنفسها ممكن الهوا يكون نشفها، ويمكن رحمه عملت اي خدعه وقدرت تجيبها من البلكونه. فسابت العروسه في حضن اختي ودخلت تنام. وانا عايز اقول لك ان من اليوم ده حياتنا اتدمرت وبقينا نشوف حاجات في بيتنا وتحصل معانا حاجات مرعبه جدا. يعني مثلا في ليله من الليالي لقينا اختي الصغيره ماشيه على سور البلكونه وكانت مركزه على حاجه قدامها وعماله تضحك لها وتمد ايديها. فرحت بسرعه جدا جريت عليها ومسكتها قبل ما تقع، وببص اشوف هي كانت بتبص على ايه. لقيت العروسه محطوطة على آخر السور في مكان مستحيل أختي تعرف توصل له وتحطها عليه، لأنه عالي ومفيش يمته أي حاجة ينفع تطلع عليها. فاستغربت وقلت لها إيه اللي عملتيه ده؟ قالت لي كنت بلعب. قلت لها بتلعبي على سور البلكونة؟ قالت لي هي اللي قالت لي اعمل كده. فبصيت على البلكونات اللي حوالينا اشوف في حد يمكن بيلعب معاها او حاجه، ولكن ما لقيتش. فقلت لها هي فين اللي قالت لك تعملي كده؟ فبصت على العروسه وشاورت عليها. فقلت لها يعني عايزه تفهميني ان العروسه اللي قالت لك تعملي كده؟ قالت لي ايوه. امي حضنتها وهي بتبكي وقالت لها اوعي تعملي كده تاني، مش انا قلت لك ان الكذاب بيروح النار؟ فرحمه فضلت تحلف ان ده اللي حصل. فبصت لها وبصيت للعروسه، وبصراحه شكل العروسه كان مريب بالنسبه لي من الاول وكنت حاسس انها فيها حاجه غلط. فوقتها صدقت رحمه وخليتها نايمه بالليل، ورحت وخدت العروسه من حضنها، ولما الفجر اذن نزلت اصليه وخدتها معايا ورميتها في بيت مهجور. وخلصت صلاه ورحت على البيت ونمت. والصبح قمت على صوت اختي وهي عماله تبكي، ورغم انها صعبت عليا الا اني قلت كلها شويه وتنساها. فامي بصت لي كده وقالت لي انت اللي خدتها؟ قلت لها ايوه، لان حسيت انها مش طبيعيه. خدتها معايا وانا نازل اصلي ورميتها. ولسه ما خلصتش كلامي لقيت اختي صوت ضحكها ملا البيت. فدخلت انا وامي واحنا مستغربين نشوف ايه اللي بيضحكها، فلقينا اختي قاعده في البلكونه وبتبص لحاجه وعماله تضحك. كانت باصه وقتها على حاجه جوه البلكونه، فروحنا وقتها علشان نشوف هي ايه. انصدمنا، لقينا العروسه قاعده قدام اختي في اليمه التانيه. فامي وانا كان على وشنا كل علامات الذهول. وامي سالتني وقالت لي انت مش بتقول خدتها وانت نازل ورميتها؟ اقسمت لها بالله ان ده حصل. قالت لي امال هي جت هنا تاني ازاي؟ واقسم بالله وانا بكلم امي وباصص للعروسه لفت وشها ناحيتي وبصت لي، وعينيها كانت متوجهه ناحيه عيني بالظبط وكانها بتبص لنا وبتتوعد لي بالشر. فاتصدمت وقتها وما كنتش عارف اعمل ايه، ولكني خفت اقول لامي علشان ما تخافش. وقلت لها
ممكن اكون خدت معايا وانا نازل عروسه تانية، او يمكن اصلا انا حلمت ان انا رميتها ولكن ده ما حصلش. فامي قالت لي يمكن، ودخلنا من البلكونه وسبنا اختي فيها مع العروسه. واليوم ده والاول مره الاقي اختي سابت العروسه خالص وبدأت ترسم. ففرحت وقتها انها بدأت تبعد عن العروسة. وبعد فترة لقيتها جايالي وبتفرجني على الرسمة. الرسمة حرفيا كانت مرعبة وبشعة، وكانت عبارة عن حد مشنوق في حبل. فقلت الرحمة ليه رسمت الرسمة دي؟ فقالت لي هي اللي قالت لي اعمل كده، وشاورت بايديها على العروسة قالت لي ارسمك. فبصيت كده بصدمة وقلت لها هو انا اللي متعلق ده؟ قالت لي ايوه هي اللي قالت لي اعمل فيك كده. فمن الرعب وقتها قمت من مكاني وقطعت الصورة وخدت العروسة ورميتها بقوة من البلكونة، ونزلت وقتها على سطح بيت عندنا في الشارع ما بيتفتحش. فقلت كده احسن علشان اقدر اشوفها كل يوم من البلكونة وراقبها. في الوقت ده فضلت رحمة تصرخ وتقول انا عايزة العروسة، ولكن المرة دي اتعاملت معاها بحزم وقلت لها لا دي لعبة وحشة ومؤذية، وسبتها بتبكي وخرجت من الأوضة. وعدى اليوم على خير والعروسة ما ظهرتش. وبعد فترة كمان أختي هديت وما بقتش تسأل عليها. وعدى بعد الموقف ده كام يوم والدنيا كانت هادية وزي الفل. وكل يوم بطلع البلكونة أبص على العروسة ولاقيها مرمية على سطح البيت، لحد ما في يوم سمعت أختي رجعت تتكلم تاني وهي قاعدة لوحدها. فقمت أجري أبص من البلكونة على العروسة ما لقيتهاش. فدخلت ابص على اختي وانا مرعوب، وكنت خايف ان اللي في بالي يكون حصل. ولما دخلت اترعبت، واللي حسبته لقيت العروسة قاعدة مع اختي على السرير. وعرفت وقتها ان مهما اعمل مش هعرف اتخلص منها، لدرجة ان من الخوف سبتها مع اختي وما رميتهاش. وفضلت صاحي الليلة دي من غير نوم. كنت قاعد في الصالة على الكرسي وصاحي، ولكن بعد فترة ما قدرتش ابدا امسك نفسي، وعيني بدأت تروح في النوم وانا قاعد مكاني. وحلمت وقتها حلم موتني من الرعب. شفت نفسي في مكان ضلمة جدا كنت واقف فيه، وايدي ورجلي مربوطين ومش عارف اتحرك. وفي حد وقتها جه من ظهري وزقني ووقعني على الارض. وسمعت صوت خطوات جاية ناحيتي من الظلام. ولما الخطوات دي قربت لحتة فيها نور لقيت العروسة قربت عليا وقالت لي خد جزاءك. جزاء ما رمتني في البيت المهجور. وبدأت وقتها تحط حبل في رقبتي، وبعدها الحبل اتشد بيا واتعلقت فيه، وبقيت شبه الرسمة اللي اختي رسمتها. وكنت حاسس وقتها اني بموت بجد، ولكني قمت من النوم مفزوع وانا بنهج. ولما بصيت قدامي اترعبت، كانت العروسة مرمية قدامي على الارض. فوقتها قمت من مكاني مفزوع ورحت على والدي وصحيته، وحكيت له على كل اللي حصل من اول يوم ما العروسه جت فيه. فقام بسرعه من مكانه وشغل قرآن في البيت، وفضلنا صاحيين احنا الاتنين لحد اذان الفجر. ووقتها نزلنا نصلي الفجر، ووالدي خد العروسه معاه. وبعد ما خلصنا صلاه رحنا على البحر اللي عندنا في البلد، ووالدي ربط العروسه بحجر ورماها في البحر. وشفناها قدامنا وهي بتغرق وعينيها متجهه لينا، اقسم بالله وكأنها بتستنجد. وبعد شوية قررت في المية واختفت. الكلام ده من 7 سنين، ولحد النهاردة ما ظهرتش في حياتنا تاني، ولكني حاسس انها في يوم هتظهر لينا. ولحد هنا بتنتهي قصة الدمية المسكونة. لو عجبتك اضغط لايك واشتراك. كان معاكم عبد العزيز او ملك الليل، وبس كده.